قبل ما ابدأ ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. وفي يوم من الأيام كان في بحارة على سفينة في عرض البحر، لقوا في طريقهم سفينة تانية مدمرة وكل اللي على السفينة ماتوا ما عدا بنت واحدة بس هي الوحيدة اللي لسه عايشة. البنت دي اسمها أنجل. فبينزل الشاب الشهم اللي بيكون اسمه دانتس وبينقذها قبل ما تغرق. بس الغريب ان القبطان دانجلرز بيتعصب عليه علشان خالف اوامره وانقذها، وبيلاقي مع البنت دي رسالة على توقيع الامبراطور نابليون، فبيعرف انها عميلة نابليون وبياخد الرسالة وبيحتفظ بيها. تاني يوم الصبح بتروح انجل لدانجلرز وبتطلب منه يديها الرسالة، لكن هو بيرفض يديها لها بدون مقابل، وبيقول لها لو عايزاها لازم تدفع له عملات فضية او ذهب او حتى فلوس. فبتقول له انها مش معاها اي حاجة من دول غير بس اصحابها اللي ممكن يقتلوه لو اتكلم عن الرسالة دي مع حد، وبتسيبه وبتمشي. وبعد ما بتنزل من على السفينة بتشوف دانتس في طريقها، فبتعتذر منه على المشكلة اللي عملتها له، وكمان بتشكره على إنقاذه ليها وبتودعه وبتمشي. بعدها بيروح دانجلرز للرئيس بتاعهم اللي بيكون اسمه موريل وبيشتكي له من دانتس وبيحكي له اللي حصل، وهو متوقع إن السيد موريل هيوبخ دانتس وهيرفضه من الشغل بسبب تصرفه ده، لكنه بيتصدم لما بيلاقي موريل بيرفضه لأنه كان هيسيب البنت تغرق عادي ويكمل في طريقه. وبعد ما بيخرج دانجلرز من المكتب بينادي موريل على حفيده اللي اسمه ماكس وبيعرفه على دانتس وبيقول له ده القبطان الجديد. ساعتها بيتصدم دانتس لما بيسمع كلمة قبطان وبيكون مش مصدق نفسه من الفرحة. وبعدها بيروح دانتس لاسطبل الحصنة لأنه عارف إن حبيبته اللي بيكون اسمها مرسيدس بتكون موجودة هناك طول اليوم، وبتفرح مرسيدس جدا لما بتشوفه، وبتفرح أكتر لما بيعرفها إنه بقى القبطان الجديد للأسطول كله. والعيلة كلها بتفرح بيه جدا وبيعملوا له حفلة صغيرة وبيحتفلوا كلهم. وبعد الاحتفال بيروح دانتس يقضي وقت لطيف في البحيرة هو ومرسيدس وابن عمها فرناند اللي بيكون ملازم في السلطة الملكية. وهنا بنعرف ان الثلاثة اصدقاء مقربين جدا من بعض، وعلشان كده دانتس بيعرفه هو اول واحد انه قرر يتجوز هو ومرسيدس. ساعتها بيبان على فرناند انه زعلان ومصدوم لانه بيحب مرسيدس هو كمان، لكنه بيحاول يداري. وبعد مرور كام يوم بيتجوزوا، واثناء مراسم الجواز في الكنيسة بتوصل الجنود وبيقبضوا على دانتس، فبيرفض فرناند يسيبه لوحده وبيروح معاه، وهناك بيحقق معاه المدعي العام اللي بيكون اسمه جيرار، وبيقول له جيرار انهم لقوا رسالة عليها توقيع نابليون في غرفته اللي في السفينة، ودي بتكون نفس الرسالة اللي اخذها دانجلرز من انجل. وبيمثل عليه جيرار انه مصدقه وعايز يساعده، فبيقول له دانتس انه اول مرة يشوف الرسالة دي، وبيقول له كمان انه انقذ بنت من الغرق اثناء رحلتهم، والبنت دي اسمها انجل ممكن تكون هي صاحبة الرسالة. فبيبان على جيرار انه اتضايق لما بيعرف ان دانتس عارف اسمها. وفي اليوم اللي بعده بيروح فرناند لجيرار وبيقتحم عليه المكتب وبيقول له انه مستعد يدفع كفالة لدانتس ويتحمل المسؤولية بداله. فبيوري له جيرار الرسالة وبيقول له لو هو مستعد يتحمل المسؤولية بداله هيخرجه حالا من السجن. لكن فرناند أول ما بيشوف الرسالة بيرجع في كلامه وبيقول له إنه مش هيتحمل المسؤولية ولا حاجة، وإن دانتس خاين وشوه سمعة العيلة ويستحق السجن. بس الغريب إننا بنشوف دانجلرز هو وجاسبر وهم واقفين على الباب وبيسمعوا كلامهم، وبيقول له دانجلرز بعد اللي سمعه ده يقفل بقه وما يقولش أي حاجة لأي حد. ثاني يوم الجنود بيضربوا دانتس وبياخدوه للسجن المشدد وبيحبسوه، ولما بتعرف مرسيدس بتنهار من حزنها على حبيب عمرها. بعد مرور كام يوم بيروح جيرار يزور عشيقته فيكتوريا اللي بتبقى حامل منه في السر، وهناك بتقول له فيكتوريا ان اخته هنا، فبيدخل يتكلم معاها وبنكتشف ان اخته هي انجل. بتواجهه انجل بالحقيقه وبتقول له انت عارف ومتاكد ان دانتس بريء؟ بيقول لها عارف انه بريء لكنه عمل فيه كده علشان انقذ حياتها من الموت، وهو كان عايزها تموت قبل ما تتكشف قدام الشعب انها عميله لحساب نابليون، وده هيأثر على شغله في السلطه. فبتهدده لو ما خرجوش من السجن هتفضحه قدام الناس كلها وهتقول عن عشيقته فيكتوريا وابنه اللي في بطنها، وبما انه اناني وشغله عنده اهم من اي حد فبيخنقها وبيحاول يقتلها. وبعد مرور 4 سنين بنشوف دانتس محبوس في زنزانة تحت الأرض وجسمه بقى هزيل وضعيف، وفي يوم من الأيام بيسمع صوت السجين اللي في الزنزانة اللي جنبه وبيكسر في الحيطة، فبيفرح جدا وبالمعلقة اللي معاه بيشيل الحجر، فبيفرح لأنه أول مرة يشوف إنسان من 4 سنين، وبيشيل دانتس الحجر وبيدخل من النفق وبيوصل لزنزانة السجن. والاتنين لما بيشوفوا بعض بيفرحوا جدا لدرجة إنهم بياخدوا بعض بالحضن، وبعدين بيقعدوا يتعرفوا على بعض وبيعرفوا السجين إنه كان قس واسمه فاليا، ومن وقتها بقوا أصحاب مقربين جدا وبيساعدوا بعض في الحفر.
وفي يوم من الأيام بيقعدوا مع بعض زي كل يوم، وساعتها بيحكي له فاريا إن قبل 700 سنة في القدس أيام الحملة الصليبية الأولى الفرسان المسؤولين عن حماية القدس وبسبب انتصاراتهم قدروا يحققوا كنز ضخم. الكنز ده محدش يعرف مكانه غيره هو، لأنه يبقى آخر واحد من سلالة الفرسان. وبيقول له أنت هتاخد نص الكنز وأنا هاخد النص التاني، ومن بعدها بيستمروا في الحفر لمدة 10 سنين تانيين، لحد ما في يوم من الأيام بتقع الحجارة على فاريا. بيطلعوا دانتس بصعوبة من تحت التراب وبيرجعوا تاني للزنزانة، وهو بيحتضر وبيعتذر منه لأنه هيسيبه لوحده، وبيقول له على مكان الكنز، وللأسف بيموت. فبيزعل دانتس على صديقه الوحيد في الرحلة الصعبة دي. وقتها بيعدي حارس الدورية وبينادي على القس فاريا، ولما مش بيرد عليه بينزل يطمن عليه في الزنزانة، فبيلاقيه ميت، وبيطلب من الحارس التاني يرميله الكيس، فبيرميله الكيس وبيحط فيه الجثة وبيطلع فوق علشان يشدها بالحبل. ساعتها بيستغل دانتس الفرصة وبيخرج جثة فاريا وبيدخل بدلها الكيس، وبيشدوه بالحبل وبياخدوا جثة علشان يرموها للسمك في البحر. في نفس اللحظة دي كان الحارس التاني بيكمل الدورية وبيمر على كل السجون وبينادي على دانتس، مش بيرد، فبينزل يطمن عليه، فبيلاقي جثة فاريا هي اللي موجودة مكانه. فبيعرف ان دانتس خدعهم كلهم وهرب، وفضل ينادي عليهم عشان يلحقهم قبل ما يرموا الكيس في البحر، لكن محدش سمعه ورموا الكيس. وهرب دانتس اخيرا من السجن اللي عاش فيه 14 سنة، ورجع تاني للبيت عشان يتصدم لما يعرف ان ابوه مات بعد ما السلطة فهموه ان هو مات في السجن، وحبيبته مرسيدس اتجوزت من فرناند وهاجروا لباريس من 7 سنين بعد ما خلفوه اول طفل ليهم. فمشي وهو حزين شارد علشان يشوف ساعتها مركب واقفة في عرض البحر، فبيسوقها وبيتجه بيها لمكان الكنز زي ما وصف له فاريا. ووصل لمكان مهجور على ضفاف النهر، وهناك قدر يفتح الباب بكل سهولة ولقى الكنز فعلا. وبعد مرور سنة بنشوفه وهو مغير شكله ومتنكر في شكل راجل عجوز، بيروح يقابل جاسبر وبيفهمه انه كان مسجون مع دانتس، وبيقول له كمان ان قبل ما يموت دانتس قال له ان اقرب صديقين ليه كانوا هما جاسبر وفاندن، وبيسأله مين اللي دخل دانتس السجن. في الاول جاسبر كان خايف ومش عايز يتكلم، احسن اللي سجنوا دانتس يسجنوه هو كمان لما يعرفوا انه اعترف عليهم. فبيوعدوا دانتس انه مش هيقول اي حاجة ولا هيجيب سيرته. فبيبدأ جاسبر يطمن له وبيقول له ان دانجلرز هو اللي حط الرسالة ليه، وفاندن وقع على ورقة دخوله السجن علشان ياخد منه حبيبته مرسيدس. يعني من الاخر الثلاثة اتفقوا عليه. وبيعرفوا كمان انه موريل كان هو الوحيد اللي حزن عليه وحاول كتير ينقذه ويخرجه من السجن، لحد ما عرف للأسف انه مات. بعدها اضطر يرجع لدانجلرز وعين القبطان على السفينة بتاعته. بعدها نص الاسطول بتاعه اتسرق، واللي سرقه هو دانجلرز، والمدعي العام جيرار كان عامل نفسه من بنها. بعدها افلس موريل واضطر يبيع شركته عشان وقتها دانجلرز هو اللي اشتراها منه. وبعد ما اشتراها بدأت تظهر كل السفن اللي كانت مسروقة، وفي النهاية مات موريل من شدة الفقر والجوع والحزن على ثروته اللي راحت منه. ده غير ان جيرار طلب من دانجلرز يقتل اخته لانها كانت بتدافع عن دانتس وبتحاول تخرجه من السجن، لكن دانجلرز ما قتلهاش وباعها في سوق العبيد مقابل فلوس كتير. فدانتس بيلوم علشان كان عارف الحقيقة وفضل واقف ساكت ما عملش حاجة. بيقول له انه ما كانش يقدر يعمل حاجة قدام مدعي عام ونقيب وقبطان، لانهم اكيد كانوا هيسجنوه هو كمان زي دانتس. فبيمشي دانتس وهو عينيه بتطق شرار وبيتوعد ليهم بالانتقام منهم، وبيقدر يعرف مكان انجل وبيروح لها، وهناك بيلاقيها مريضة جدا ونايمة على الفراش الموت. لما بتشوفه بتكون فرحانة جدا جدا، بتحكي له ان اخوها بعد ما باعها اخذ عشيقته فيكتوريا وسافروا فرنسا. هي قدرت تهرب مع عميل فرنسي اشتراها من سوق العبيد وسافرت معاه لفرنسا هي كمان، وهناك قدرت تعرف بيت اخوها جيرار وقررت تنتقم منه وتقتله. وفي اليوم اللي دخلت فيه البيت علشان تقتله سمعت صوت فيكتوريا وهي بتصرخ، وبعد شوية خرج جيرار وعلى ايديه صندوق وحفر حفرة في الارض ودفن فيها الصندوق. فقربت من الحفرة علشان تعرف هو دفن فين، فسمعت صوت طفل بيعيط، والطفل ده هو ابنه اللي والدته فيكتوريا. وهي وقتها ما قدرتش تسيبه وما كانش عندها غير حل من الاتنين، يا اما تقتل اخوها وتنتقم منه او تنقذ الطفل البريء وتاخده وتهرب بيه. بتقول له كمان ان اخوها جوز فيكتوريا لصاحبه دانجلرز، عشان كده هي قررت تاخده وتهرب وعرفته مكانه. فبيروح دانتس يقابل الطفل اللي اسمه اندريا في الملجأ اللي عايش فيه، وهناك بعد ما بيعرفه على نفسه بيقول له انه جاي علشان يتعاون معاه وينتقموا هما الاتنين من العصابة اللي دمرت حياتهم. وفي
المشهد اللي بعده بنشوف دانتس وهو بيراقبهم في حفلة تكريم فاندن بمناسبة منصبه الجديد، وبعد ما بيخرج من الحفلة بتقف العربية بيهم في نص الطريق، وفجأة بيجي لص وبيخطف الميدالية بتاعته وبيهرب. فبينزل ابن فاندن اللي بيكون اسمه ألبرت وبيفضل يجري ورا اللص لحد ما بيدخلوا منطقة مقطوعة، وفجأة بيظهر 4 لصوص تانيين وبينزلوا في ضرب لحد ما بيظهر دانتس مرة واحدة وبيدافع عنه، وبيجي أندريا وبيخبطوا من ورا على دماغه وبيفقدوا الوعي. بعدها بيحطوا جنبه مسدس مكتوب عليه اسم الكونت، وده بيكون اسم دانتس المستعار، وبياخد الرجالة اللي بنكتشف انهم تبعوه وبيمشوا. بعد كده بيروح ألبرت هو وابوه فاندن لقصر دانتس العملاق عشان يشكروه لانه انقذه من بين ايدين المجرمين، وبعد ما بيتعرفوا على بعض بيعزموا فاندن على رحلة صيد غزلان في الغابة يوم الحد. في الوقت ده كان دانتس بيدرب أندريا وبنت تانية اسمها هايدي على حياة الملوك والأمراء. لما بيجي يوم الحد بيخرجوا كلهم لرحلة الصيد. هناك دانتس بيقدم لهم أندريا على انه ابنه الامير كالافا، وفي الحفلة بياخدوا فاندن يعرفوا على مراته مرسيدس اللي اول ما بتشوفه قلبها كان هيقف، وبتحس احساس غريب لدرجة انها بتتلخبط وبيبان عليها انها مش طبيعية، وعشان كده بتسيب الحفلة وبترجع اوضتها. من وقتها كان دانتس بيقرب منهم كل يوم عن اليوم اللي قبله. كان بيخلي أندريا يقرب من بنت دانجلرز اللي هي اخته في الحقيقة عشان يوقعها في حبه، وكمان بيخلي هايدي تقرب من ألبرت وتوقعه في حبها هي كمان، لحد ما في يوم من الايام بيعزمهم على العشاء في بيته الثالث. ولما بتوصل فيكتوريا مع دانجلرز بتتصدم لما بتلاقي بيت دانتس هو نفس البيت اللي كانت عايشة فيه مع عشقها جيرار، ودفنوا فيه ابنهم أندريا وتخلصوا منه. على العشاء بيسألوا دانجلرز ليه اشترى بيت قديم زي ده مع انه كان يقدر يشتري بيت فاخر في منطقة راقية. قالوا انه اشتراه عشان صديق ليه نصحه ما يشتريهوش لانه مسكون بالاشباح بسبب جريمة قتل حصلت فيه من 16 سنة. في اللحظة دي بدأ جيرار يتوتر وفيكتوريا كانت بتنهار حرفيا من الخوف. فبيقول له جيرار ان الاشباح مش موجودين في الحقيقة وهم مجرد تخاريف مش اكتر. بيقول له انه حب يتأكد اذا كان فيه اشباح ولا لا، وعلشان كده جه اول يوم اشترى فيه البيت ده وقعد لوحده. وبدأ دانتس يمثل لهم كل التفاصيل اللي حصلت يوم ولادة فيكتوريا بالظبط كأنه كان موجود معاهم. وبيقول انه سمع صوت سيدة بتصرخ، ولما دخل الأوضة لقاها واقعة على الأرض بتتلوى من وجع الولادة. وبعدها شاف باب خلفي بيطل على الحديقة، وورا الباب في صوت طفل صغير بيصرخ وبيتوصل لأي حد ينقذه. فأمر رجالته يحفروا في الحديقة عشان يشوفوا فيه ايه، فلقوا صندوق مدفون تحت شجرة كبيرة، ومرضيش يفتح الصندوق غير في حضورهم علشان يكتشفوا كلهم ايه اللي جوه الصندوق ده. أخدهم للحديقة وخرجوا الصندوق، ولما بيفتحوا مش بيلاقوا فيه حاجة غير حتة قماشة فاضية. وطبعا طول الوقت ده كانت فيكتوريا تموت من الرعب. وتاني يوم بتروح تقابل جيرار في المكتب وبتسأله ابنهم فين وازاي السيد كونت اللي هو دانتس عرف سرهم. ومن هنا بيقرر جيرار يعرف كل حاجة عن ماضي الكونت. طبعا دانتس كان عارف ان جيرار هيبدأ يشك فيه وهيدور وراه، وهيروح يسأل اكتر شخص بيكره الكونت اللي هو السيد هاليفاكس، وعلشان كده اتنكر في شخصية هاليفاكس. ولما بيقابلوا جيرار بيسألوا عن ماضي الكونت في آخر 15 سنة فاتوا وكان عايش فين وبيشتغل ايه. فبيقول له هاليفاكس انه كان عايش في آسيا وبعدها انتقل وعاش في الهند وكان من اكبر الاغنياء والاثرياء هناك. بعدها بيكونوا كلهم متجمعين في الحفلة وبتبوظ الحفلة بسبب الاخبار اللي بتنشرها جريدة السيد هاليفاكس، وبتقول انه اسطول السفن بتاع السيد دانجلرز اتسرق واختفى من المينا تماما. وبسبب الخبر ده اسهم دانجلرز في البورصة بتنزل، وطبعا ده خبر كاذب عامله دانتس علشان ياخد كل املاك دانجلرز، لانه متأكد ان دانجلرز لما يعرف ان سفنه ما اتسرقتش ولا حاجة مش هيرضى يعلن في الجرايد ان الخبر كاذب عشان يشتري اسهمه في البورصة وهي لسه ضعيفة للمرة التانية، وبكده يكسب الضعف. وعشان يشتري الأسهم محتاج 500 مليون دولار، وبما إنه مش معاه الرقم ده فبيروح لدانتس وهو متأكد إنه هيديله الفلوس بالعند في هاليفاكس لأنه عدو اللدود، وبيطلب منه ال 500 مليون لمدة أسبوع واحد بس مقابل إنه هيرهن له كل أملاكه. فبيوافق دانتس وبيديله الفلوس وبياخد عقود الممتلكات. وبعدها بيرفع دانجلرز قضية تشهير على هاليفاكس لأنه شهر بيه وتسبب له في خسارة كبيرة، وكمان هيطلب منه تعويض ضخم. فبيروح دانتس لجاسبر وبيطلب منه يكفر عن ذنبه ويسرق أسطول دانجلرز، فبياخد جاسبر أعوان وتاني وبيروحوا يسرقوا الأسطول من المينا. في نفس اليوم بتتم المحاكمة، وفي المحكمة بيقول القاضي إن السيد هاليفاكس مسافر بره البلد وبيطلب من المتحدث باسمه يخرج يدافع عنه. فبيخرج أندريا وبيقدم نفسه للقاضي على إنه المتحدث باسم هاليفاكس، وبيأكد لهم إن أسطول دانجلرز اتسرق بالفعل.
وبعدها بيكمل أندريا وبيقول للقاضي إنه عاش في الشوارع وكان بياكل من الزبالة لحد ما اتبنته عيلة غنية وبقى أمير. وبعد ما انتقل معاهم لباريس عرف أبوه الحقيقي اللي حاول يقتله وهو صغير لأنه ابن غير شرعي خلفه من عشيقته. وبعد ما بيقول تاريخ ميلاده والحي اللي اتولد فيه بيتوتر جيرار وبتتصدم فيكتوريا، والصدمة الأكبر لما بيعلن اسم جيرار إنه هو أبوه المتهم اللي حاول يقتله. فبينهي القاضي المحاكمة وبيتم القبض على جيرار عشان يحققوا معاه. وبيروح دانجلرز لدانتس وبيطلب منه مهلة تانية لحد ما يرجع أسطوله ويسدد دينه. فبيرفض دانتس يديله مهلة وبيقول له إنه ملكه بقى والأفضل له يهرب بره البلد بسرعة قبل ما يتسجن هو كمان. فبيتصدم دانجلرز من رد فعله وبيعرف إنه هو دانتس وبياخد مراته فيكتوريا وبيهربوا بسرعة. بعد ما بيخرجوا من القاعة بيطلع أندريا سكينة من جيبه وبيطعن جيرار في رقبته وبيخلص عليه. وقتها بيضربوه العسكر بالنار وبيقتلوه هو كمان. في الوقت ده بيروح ألبرت لهايدي وبيعترف لها إنه بيحبها جدا وبيطلب منها تهرب معاه. في الأول بترفض لكن بعدين بتوافق لأنها بتتأكد إنه بيحبها بجد. وقبل ما يهربوا بيجي دانتس وبيطلب منها تقول له الحقيقة. فبتقول له إن أبوها كان باشا ولما كان عندها 10 سنين خانوا جندي من جنوده وضربوا بالنار وقتل أمها قدام عيونها. وأبوها لما حاول يدافع عن نفسه خلع عين من عيون الجندي وفي النهاية أخدها الجندي وباعها كعبدة في سوق العبيد. هنا عرف ألبرت إنها بتتكلم عن أبوه فبيتعصب على دانتس لأنه استغله عشان ينتقم من أبوه. فبيتضايق دانتس من أسلوبه المهين وبيطلب يبارزه بكرة الصبح. وبالليل بتجيله مرسيدس وبتقول له إنها عرفته من أول ما شافته وبتطلب منه ما يقتلش ابنها لأنه ملوش ذنب. فبيطلع الورقة اللي بعتها فاندن لجيرار وطلب منه يقبض عليه ويلبسه التهمة وبيقول لها قد إيه هو اتعذب في السجن. وفي النهاية بيقول لها إنه مش هيقتل ابنها ولا حاجة. فبتعترف له إنها لسه بتحبه وبتطلب منه يرجعوا لبعض تاني لكنه بيرفض وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بيرجع دانتس من المبارزة فبتفهم هايدي إنه قتل ألبرت وبتتعصب عليه عشان تتفاجئ إنه جايب لها ألبرت معاه وبيطلب منهم يهربوا قبل فوات الأوان. طبعا مرسيدس بعد ما عرفت الحقيقة سابت فاندن فتجنن هو كمان وراح لدانتس البيت عشان يقتله. دانتس كان في انتظاره وبدأت بينهم الحرب بالسيف واستمر بينهم الأكشن شوية وكل واحد فيهم بيطعن التاني بالسيف في بطنه. وبيقدر فاندن يطعنه طعنة تاني في بطنه لكنه بيقوم عليه زي الوحش وكان خلاص هيقتله بس سابه ومشي. وفي مشهد النهاية بترجع مرسيدس تعيش في المدينة اللي كانت عايشة فيها هي ودانتس وبتروح تصلي في نفس الكنيسة اللي كانوا بيتجوزوا فيها. وبتلاقيه سايب لها رسالة بيقول لها فيها رغم السنين والبعد ده كله إلا إنه لسه بيحبها وما قدرش ينساها لكنه مش هيقدر يرجع لها لأنه مش هيقدر يسعدها زي زمان. وقرر إنه يعيش في أكتر مكان بيحبه وهو البحر. فبتعيط مرسيدس من شدة حبها ليه وبيخلص فيلمنا على كده. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل لايك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة.